محمد تامر سعيد حسن. بسم الله الرحمن الرحيم. منطوق القرار في الجناية 221 لسنة 2026 جنايات قسم البيس المقرب رقم 5346 لسنة 2025 كل الزقازيق، حيث قدمت النيابة العامة هذا المتهم الماسي اليوم أمام هذه المحكمة بقيد ووصف بأنه في يوم 16/12/2025 بدائرة قسم شرطة بلبيس محافظة الشرقية خطف بالإكراه المجني عليها الطفلة شيماء إبراهيم محمد إسماعيل بأن احتكم لشيطانه فجرده من معاني الإنسانية وتركه لغرائزه الشهوانية الشيطانية، فانفرد بها ولم يركب فيها إلا ولا ذمة، بأن استقر لها حداثة عهدها وصغر سنها وسيرها بمفردها بالطريق العام آمنة في دربها، فأدلفها بالقوة وكرها عنها إلى إحدى الأراضي الزراعية حال كونها غير مأهولة بالمرة، فتمكن بتلك من إقصائها بعيدا عن ذويها وأعين الرقباء عليها، وقطع صلتهم بها حيث اتجهت إرادته، ويتم فيها الجريمة محل الاتهام الثاني كيفما بيّنت التحقيقات. اقترنت تلك الجناية بجناية أخرى محل الاتهام الثاني أنه في ذات المكان والزمان وقع المجني عليها الطفلة سالفة الذكر حال كونها لم تبلغ 18 سنة ميلادية كاملة بغير رضاها، بل ارتكن إلى الأفعال السابق بيانها بالاتهام الأول بأن أقصاها بعيد عن أعين المرة وتعدى عليها بالضرب محدثا ما بها من إصابات كثيرة لحقت بها بالتقارير الطبية المرفقة بجميع أنحاء جسدها، وتمكن من ذلك وبذلك من إعدام إرادتها وشل مقاومتها الواهنة مستخدما قوته وعدم صراخها ومبررا إياها مما يستر عورتها، وأرقدها عنمة عنها وجثم فوقها بجسده وقام باغتصابها على النحو المبين بالتقارير الطبية المرفقة، وقدم بمواد الإحالة الواردة بأمر الإحالة. وإذ أن المحكمة وهي بصدد النطق بالقرار اليوم تقول أن الجرائم التي تستهدف الأطفال وتمتد إلى براءتهم وحرمة أجسادهم تعد من أبشع الجرائم أثراً وأشدها وقعاً على ضمير هذا المجتمع لما تنطوي عليه من قسوة وتجرد من معاني الرحمة والإنسانية. وقد أحاطت المحكمة بواقعات الدعوى وأدلتها إحاطة كاملة، واستندت في تكوين عقيدتها إلى ما ثبت بالأوراق من أدلة وقرائن جاءت متساندة ومتكاملة، وكان من بينها اعتراف المتهم تفصيلا بارتكاب الواقعة بتحقيقات النيابة العامة وقيامه بتمثيل الواقعة زمانا ومكانا، اعترافا اطمأنت إليه هذه المحكمة بوافق هذا الاعتراف صحيح الأدلة الفنية والقولية المطروحة أمام هذه المحكمة، وقد أحاطت بظروفها وظروف الدعوة وأدلتها عن بصر وبصيرة ويقين لا شك فيه، وازنت بين أدلة الاتهام والدفاع وما قرره المتهم
بمحاضر جمع الاستدلالات وتحقيقات النيابة العامة وأمام هذه المحكمة، مستندة إلى صحيح ما ورد بالأوراق حتى استقر في يقينها ثبوتا لا يدع مجالا للشك أو الريبة، وكان القانون قد أوجب استطلاع الرأي الشرعي بفضيلة الدكتور مفتي جمهورية مصر العربية لإبداء الرأي الشرعي، فإن المحكمة تقرر ما يلي. وبعد مطالعة المادة 381 من قانون الإجراءات الجنائية، قررت المحكمة وبإجماع آراء أعضائها إرسال أوراق الدعوة لفضيلة مفتي جمهورية مصر العربية لإبداء الرأي الشرعي فيما هو منسوب للمتهم الماسك محمد كامل سعيد حسن، وحددت جلسة 15/7/2026 لورود التقرير من فضيلة المفتي الديار وللنطق بالحكم مع استمرار حبس المتهم لتلك الجلسة وتنفذ. رغم الجلسة